اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض الليمون المخلل السريع. يعني ليمون كده تعمليه وتاكليه تاني يوم او تالت يوم بيه الكتير. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه نعرف عملناه ازاي. يا حبايبي، انا جبت عندي نص كيلو من الليمون، تقدري تجيبي كيلو او نص كيلو زي ما انتي تحبي. طبعا جبت الليمون غسلته وصفيته من الميه، وبعدين ببدا ان انا افتح الليمون بعلامه زائد كده من فوق كل ليمون. خلاص، بعد ما فتحتهم كلهم بالشكل ده، هنجيب عندي حله على النار، حطيت فيها شويه ميه. هي كميه الميه دي كانت كتيره شويه، انا هقللها بعد كده، ولكن احنا بنقلل الميه عن كده شويه. هسيب الليمون لحد كده ما يبدأ ان هو يتسلق فيه، يعني بتاع مثلا 10 دقايق او ربع ساعة، وبدأ يفتح معايا. انا في الوقت ده كنت شلت شوية مية على جنب. هبدأ احط عندي معلقة ونص من الملح كله على الليمون وهو بيتسلق. هحط كمان معلقة صغيرة من حبة البركة. كمان هحط عندي شوية، معلقة كبيرة كده من العصفر. وكمان هحط عندي معلقة كبيرة من هريسة الشطة. ما نكترش فيه حبة البركة عشان ما يغمقش معاكي الليمون. هسيبه على النار بس يكمل كده التسوية بتاعته، وخلاص اول ما يغلي بالشكل ده كده الليمون خلاص يعتبر استوى وبقى جاهز معانا. الليمون ده يا جماعة ليمون سريع، تاكليه تاني يوم او تالت يوم بالكتير. شايفين الخلطة بتاعته؟ دي بقى الخلطة السر بتاع المحلات. يعني دايما نيجي كده نشتري الليمون من بره، نلاقي فيه خلطة كده محطوطة، ما احناش عارفين الخلطة دي عبارة عن ايه. انا جبت لكم بقى السر بتاع الخلطة دي. بنزل بيه عندي فيه برطمان. البرطمان طبعا يكون نظيف متعقم، ما فيش فيه اي روايح قديمة او اي حاجة، ويكون طبعا مغسول ومتنشف كويس. هنزل بيه الليمون. طبعا بصوا، لازم المية تغطي الليمون، يعني ما ينفعش ان هو يبقى كده كده، ممكن يريم معاكي ويبوظ منك. فهزود شوية من المية اللي انا كنت حطيتها على جنب دي، زودت بيها شوية على الليمون. حسيت ان اللون عندي يعني فاتح شوية، فحطيت شوية من البابريكا شوية كده عشان تغمق لي اللون. وبعدين هبدأ ان انا احط على الوش شوية من الزيت علشان خاطر تمنع عنه الهواء وما يعفنش معايا. خلاص قفلناه بقى بالشكل ده، وتطلعي منه بعد يومين 3 بالكتير وتقدري انك تستخدميه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وتعمليه. يلا على طول اشوفك ان شاء الله فيديوهات تانية على خير. باي باي.